سلام عليكم. اهلا وسهلا سيد ابو ذر، احنا كنا بنتكلم بما ان حضرتك مرجع من مراجع الشيعة، كنا بنتكلم الان حول اركان الاسلام الخمس، وذكرنا في كتاب الله تبارك وتعالى اركان الاسلام الخمسه التي عند المسلمين. بني الاسلام على خمس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين، والدليل الشهادتين قول الله تبارك وتعالى: شهد الله انه لا اله الا هو محمد رسول الله. الصلاة وأقيموا الصلاة، الزكاة وآتوا الزكاة، الصوم كتب عليكم الصيام، الحج كتب عليكم وأتموا الحج والعمرة لله. لكن عندنا الصديق محمد بن يعقوب القليني في كتاب الكافي ذكر لنا أن أركان الإسلام تختلف عن الأركان التي عند المسلمين، فذكر لنا أن بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وحذفوا الشهادتين، وما نودي بمثل ما نودي بالولاية، يعني أهم أركان الإسلام. فهل عندك آية محكمة من كتاب الله تبارك وتعالى على هذه الولاية، كما أنا أتيتك على الأدلة على الخمسة أركان من كتاب الله تبارك وتعالى؟ تفضلوا نستمع إليكم. أنت تريد أن تسجل؟ لا تسجل. أنا أتكلم معك لايك الصديق، لا تسجل ولا النشر، أنا غير راض. لا أعوذ بالله، أنا أسجل؟ أعوذ بالله، لا أبو ذر، أنت غير راضي. كيف أنا أسجل أو أنشر أو أبث مباشر وأنت غير راضي؟ أعوذ بالله. هل أنت تتهمني بالخيانة يا شيخ أبا ذر؟ أنا رأيت في فيسبوك أنت تنتشر قبل ذلك، لهذا أنا كتبت لك. أنا صديقك، أنا أتكلم مع الصداقة. لا، إحنا أصدقاء، إحنا سوا أصدقاء، ويوم القيامة برضه، يوم القيامة نكون سوا. أنا إن شاء الله أدخل جنة، وأنت إن ظللت على هذه العقيدة تدخل نار إن شاء الله، أو إنك تتوب إن شاء الله بإذن تتوب على هذا. لكن لا تخف يا أبا ذر. قل لي بقى، وين أركان الإسلام؟ قبل أن تكلم أنت تحذف هذا النشر في جلسات السابقة. أعوذ بالله، أنا أنشر يا أبا ذر؟ أنت تخوني. أنا رأيت أخينا، أنا رأيت في فيسبوكك، وبعده إن شاء الله بعده رأيت في يوتيوب. أنا اللي نشرت ولا ممكن هاكر دخل إلى قناة؟ المهم نشوف المسألة دي أنا وأنت مع بعض يا أبو ذر. صديق لك، أنت صديق، أنت إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بس أريد ركن الإمامة. وين ركن الإمامة أجده في القرآن الكريم يا أبا ذر؟ انظر، كل مذهب لهم اعتقاداته. إن الإسلام له فروع وأصول. الأصول ما يعتقده ما يرجع إلى الاعتقاد، والفروع ما يرجع إلى العمل. أن الأصول، أصول الدين هو يكون في الاعتقاد، نعم، ليس أصول الدين في فروع والعمل. كما أنك إن تعتقد أن الصلاة واجب وما صليت، هل أنت كفرت؟ لا، ما كفرت، لأن اعتقادك بوجوب الصلاة، ولكن غلب عليك الشيطان وما صليت. فلا بأس، تتوب ولا تكون كافرا. ولكن إن كنت إن كان مسلما وكان الصلاة ليس بواجب، يرجع إلى الاعتقاد. فكل ما يا أبو ذر، يا شيخ أبو ذر، وين آية الإمامة يا أبو ذر؟ شكرا على هذا الكلام الإنشائي. وين آية الإمامة، ركن الإمامة كما أنتم تقولون ذلك؟ أنا الآن في إيدي كتاب شرح أصول الكافي. خليني أفتح لك الكاميرا حتى تراني، حتى لا تظن أني أسجل. يعني بص يا شيخ أبو ذر، حياك الله، تراني الآن يا شيخ أبو ذر؟ أنا أنظر إليك، هل تراني شيخ أبو ذر؟ لا أريد أن أراك أخي. لا تريد أن أرى؟ أعوذ بالله. ليه يا أبا ذر؟ ده أنا لابس النهاردة حتى ورياضي النهاردة، مش مهم. بص يا أبا ذر، أنا في يدي الآن كتاب شرح أصول الكافي للسيد جعفر الحسيني الشيرازي، كتاب الحجة القسم الثاني في المجلد الرابع. بيقول لك إيه؟ بيقول مع أن العامة يعتبرون الاعتقاد من أصول الدين، وإن كان لا جرم بذلك أن الله تعالى أراد، وهو أن القرآن يقول منها ما في هذا الحديث الشريف، وهو أن القرآن الكريم ذكر الأصول، وأما التفاصيل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لابد أن أنت تجيب لي الآن ذكر أصل الإمامة، وليس إمامة إبراهيم، لا، ذكر أصل الإمامة بآية محكمة
يفهمها المسلمون في كندا. يعني لو انا جبت مسلم في كندا عندك الان وقلت له اقرأ هذه الآية يقرأها يفهمها مباشرة. عندك آية على أهم ركن من أركان الإسلام أو على أهم أصل من الأصول عندكم في شرح كما في شرح أصول الكافي، عندك آية من القرآن على ذلك؟ تفضل أجبني. أخي انظر، هذه الصلاة تتكرر كل أيام ولا تحصل على الإجابة. أنتم تعلمون لماذا لا تحصل على الإجابة؟ لأن كل مذهب مستقل على مذهبه. طيب يا شيخ ابو ذر بالله عليك، انا مالي ومال الصلاه دلوقتي يا شيخ ابو ذر؟ انت مش فاهمني يا شيخ ابو ذر. انا اريد ايه تدل على تنصيب الاثني عشر اماما محكمه. هل يوجد ايه في القران تدل على تنصيب الاثني عشر اماما؟ قل لي لو خلاص يا ابا ذر، قل لي لا يوجد يا شيخ حيدر الموسوي، يا سيد حيدر الموسوي. عزيزي أن رسول الله جاء ليكمل وليبين القرآن الكريم. إذا يا أبا ذر ما أنت كلامك صح أهو، قول لي بقى مش موجود في القرآن عشان نرجع للسنة. قول لي نعم الرسول أتى، النبي صلى الله عليه وسلم أتى وكان يكمل القرآن الكريم عندكم، أتى بالتشريع الثاني وهو السنة، وبين في السنة إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اقر بقى واعترف معايا الأول يا شيخ أبو ذر. قول لي نعم يا رامي عيسى أو يا سيد حيدر اللي أنت تختاره، قول لي فعلا لا يوجد آية محكمة على تنصيب الأئمة الاثني عشر، ولكن يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث المحكمة على ذلك. تتفق معي أن لا يوجد آية صح؟ انظر، أنت توجد آية لركعتين صلاة الصبح. لا أنا أتفق معك، لا يوجد آية لركعتين صلاة الصبح. أنت ليه بتلف وتدور يا أبا ذر؟ ما تعترف بقى يا أبا ذر. نعم ما ذكرش، لكن الأصل مذكور في القرآن، وأقيموا الصلاة. في عشرات الآيات ذكرت الصلاة في القرآن. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أنا بس عايزك تعترف، أنت ليك كلمة خايف تطلعها يا أبا ذر؟ ليه أنتم كده يا أبا ذر عاملين زي الزئبق ما نعرفش نمسككم؟ أنا عايزك دلوقتي تقول لي نعم يا رامي عيسى لا يوجد آية محكمة على تنصيب الآئمة الاثني عشر، ولكن يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على الإمامة. بس عايزك تعترف يا أبو ذر، اعترف بس أن لا يوجد في القرآن آية محكمة على تنصيب الآئمة الاثني عشر، صح؟ أخينا لا دليل بأن لا يذكر في القرآن فباطل. هذا لا أنا لم أقل ذلك، أنا عايزك تعترف. أنا عارف في أشياء كثيرة لم تذكر في القرآن وهي حق، أشياء كثيرة جدا لم تذكر. أنا رامي عيسى أعترف أنه يوجد أشياء كثيرة في القرآن في كتاب الله لم تذكر في كتاب الله وهي حق ذكرت في السنة، لكن نعترف أنا وأنت أن القرآن لا يوجد فيه آية محكمة على تنصيب الأئمة الاثني عشر حتى نذهب إلى السنة. متفقين يا شيخ أبو ذر أن لا يوجد في القرآن حتى نرجع إلى السنة، أليس كذلك؟ انظر أخينا، مش هيجاوب. أن للقرآن ظاهر وباطن. ماليش دعوة بدي، أنا بتكلم عن الظاهر المحكم الواضح الذي لا يحتاج إلى قرينة تبينه وتظهره، هو محكم. لا يوجد آية محكمة في القرآن على تنصيب الاثني عشر إماما، ولكن يوجد في السنة. وتعالى أنا وأنت ننتقل إلى السنة، صح؟ لا تسمعوا كلامي، لا تسمعوا. لا أسمع كلامك لأنك بتلف وتدور يا أبا ذر وهترفع ضغطي، والله سكر الخط في وشي. لا تسمعوا كلامي، طب ما تعترف بقى. شفتم المعممين يا إخوة بيلفوا إزاي؟ شفتوا الكذب والتدليس عند المعممين بيلف ويدور إزاي؟ لذلك لا يهدي لك الكثير منهم لأنهم لا يريدون أن يفكروا. طب ما أنت اعترفت الآن اهوت، نعم القرآن لا يذكر كل شيء، النبي أتى ليبين صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو النبي أتى ليبين، خلاص أنت ما تجيش تقول لي بقى إن في القرآن نتفق أنا وأنت ما فيش آية في القرآن محكمة زي أركان الإسلام الخمسة عند المسلمين اللي أنا ذكرتها من القرآن حتى ننتقل أنا وأنت إلى السنة. يقول لي لا هو لا يوجد، القرآن به ظاهر وباطن. طيب بس مش محكم، ما فيش آية محكمة، الباطن والتين والزيتون الحسن والحسين ورجل البحرين فاطمة وعلي. خلاص ما فيش بقى في القرآن آية محكمة على تنصيب الأئمة الاثني عشر. انظر يا اخانا، يا عم انظر ايه يا عم انظر ايه؟ بس انا قاعد هنا وانت هنا، وما فتحت لك الكاميرا قلت لي لا اريد ان اراك بسبب التسجيلات اللي انا رفعتها لك قبل كده. فعشان كده انا بقول لمعمم الشيعة اعترف هذا الرجل الان انه لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى آية محكمة على تنصيب الاثني عشر إماما، فكيف يقول أمير المؤمنين علي يا شيعة وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما؟ احذر أن تحاججنا على الإمامة وأن تخاصمنا على الإمامة من كتاب الله، لأنه لا يوجد.
كان معكم المرجع الشيعي المسمى بأبي ذر، نسأل الله أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد.